هو انا المفروض اتمرن كام يوم في الاسبوع؟ يعني لو عملنا يومين للظهر ويومين للكتف ويومين للصدر ويوم للدراعات. لا بس انا عايز اكبر البايسبس، خليها يومين للدراعات بس. لقيتها يبقى انا كده محتاج اتمرن 10 ايام في الاسبوع. خلينا الاول نكون متفقين ان انت لو بتتمرن 3 او 6 ايام في الاسبوع ممكن تشوف نفس النتائج، بس بشرط هو ان انت تكون بتزود الحمل التدريبي على العضله من تمرينه للتانيه، وان انت تكون بتمرن العضله يومين في الاسبوع. وده طبعا عشان العضلات بتاعتنا بتبقى محتاجه سبب عشان انها تكبر. طب خلاص يا عم يوسف، معنى كده ان انا اروح الجيم 3 ايام في الاسبوع بس؟ اقول لك لا طبعا. وده لان لو انت بقالك فتره بتتمرن فجسمك هيحتاج حمل تدريبي اكتر عشان تزيد عضل. فبدل ما كنت بتلعب كل عضله من 6 ل 8 مجاميع في الاسبوع، هتحتاج تلعب 16 ل 20 مجموعه عشان العضله دي تكبر. وساعتها هيبقى من المستحيل ان احنا ندخل كل الحمل التدريبي ده في 3 ايام في الاسبوع بس. وده بس مش عشان ان انت هتحتاج تبقى موجود في الجيم فتره طويله، ده برضه ممكن يجي على حساب النتائج اللي انت مستنيها. وده لان في حاجه اسمها CNS فاتيج، وده بيحصل لما الجهاز العصبي بتاعنا بيحصل له ارهاق. والCNS فاتيج ده بيفضل يزيد خلال التمرينه بتاعتنا. يعني كل ما نخلص تمرينه بيزيد، كل ما نخلص تمرينه بيزيد. وده مشكلته انه ممكن حرفيا يخليك توصل للفشل العضلي لعضله معينه من غير حتى ما العضله دي تبدا تشتغل. فمعظم التمارين اللي انت هتعملها في اخر التمرينه مش هيبقى ليها لازمه. وبس يا جدعان، ده كان كل اللي معانا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.